هل حسام حسن هيروح ورا الشمس بعد تصريحاته وان هو خبط في ناس كتير جدا وبيخبط في لعيبة المنتخب؟ هل حسام حسن ممكن يروح ورا الشمس وممكن نشوف إقالة حسام حسن قريبا قبل أفريقيا أو بعد أفريقيا في حالة عدم تحقيق نتائج إيجابية مع منتخب مصر؟ هل قبل كده شفنا مدير الفني منتخب مصر طالع بينتقد الناس كلها والنقاد واللعيبة؟ هل المدير الفني منتخب مصر مش عارف يسيطر على اوضه اللبس؟ مشكله مع مصطفى محمد. قبل كده كان في حاجه مع صلاح، محمد الشناوي وهو خارج في ماتش كاب فيردي. هل حسام حسن ما عندهوش الموهبه او المهارات ان هو يتكلم بعد الماتشات في المؤتمرات الصحفيه؟ هل حسام حسن عنده مشاكل مع بعض الناس؟ هل حسام حسن مش عارف يركز في الملعب وان احنا ما بنقدمش مستويات مذهلة ومركز بس في الناس اللي بتنتقد منتخب مصر وان هو يطلع يرد عليهم؟ ده كلام مهم جدا. مصطفى محمد هو مهاجم مصر الاول، اخر افريقيا لعبناها كان مصطفى محمد هو نجم منتخب وهداف المنتخب. هل في مشاكل في منتخب مصر؟ هنشوف الايام اللي جايه. لايك، وجهة نظر في كومنتات، اشتراك في القناه، فعل زر الجرس مهم جدا. سلام.